من هنا نبدأ الحكاية إن كولر بيبحث الرحيل عن النادي الأهلي على طول كده. ليه؟ لأن هو حس إن اتحط أمام أمر واقع. هو رافض موضوع مدير الكرة، لكن النادي الأهلي إدارة قوية وأصرت على موقفها، وهنجيب محمد رمضان، هنجيبه يعني هنجيبه وهينفذ اللي احنا عايزينه. حتى الصفقات اللي رافضها كولر ان هي تيجي دلوقتي، الاهلي هيفتح ملف الصفقات تاني وهيجيب لعيبه تاني. مش بمزاجك، انت مدير فني. حتى الصفقات اللي هتيجي انت مالكش علاقه بيها. انت تطلب باك ليفت، نجيب لك باك ليفت، نجيب لك 3 باك ليفت تنقي منهم واحد. اطلب راس حربه، هنجيب لك 3 راس حربه نقي منهم واحد. ده الوضع في النادي الاهلي. وزي ما انتوا عارفين يا جماعة، مهيب ساعات بيطلع كده